20 يوما من البحث والحزن. اليوم تم العثور على جثمان الشاب عبد الودود أحمد ناهي الجبوري في نهر الفرات قرب جسر الصقلاوية بالأنبار. الله يرحمه ويصبر أهله. قبل 3 أسابيع غرق عبد الودود أثناء السباحة مع أصدقائه. فرق الدفاع المدني والغواصون المتطوعون بحثوا 20 يوما متواصلة رغم صعوبة التيارات. اليوم تم انتشال الجثمان ونقله للطب العدلي. انتبهوا يا جماعة، هذا تحذير هام. نهر الفرات ليس للسباحة. التيارات قاتلة وتسحبك في ثواني. ممنوع السباحة قرب الجسور وفي الأماكن غير المخصصة. حافظوا على أبنائكم. أي حالة غرق اتصلوا فوراً على 911. رحم الله عبد الود. شاركوا الفيديو ليكون عبرة وتحذير. ادعوا له بالرحمة في التعليقات.